السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. كشفت وزارة التربية والتعليم الفني أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان المواد غير المضافة للمجموع من المنزل، على أن تتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية، ويؤخذ في الاعتبار الاكتفاء بالامتحان التحريري لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصفين الأول والثاني الثانوي. وكانت وزارة التربية والتعليم الفني أعلنت عن ضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام في إطار الحرص على مصلحة أبناء الطلاب. وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للطلاب الذين تخلفوا عن أداء أي امتحانات من شهور مارس وإبريل، سواء من رابعة ابتدائي لحد الصف الثاني الإعدادي، أو تخلف عن امتحان شهر ابريل بالنسبه برضو للمرحله الثانويه، ومن ادوا الامتحان ولم يحصلوا على 25% من الدرجه العظمى للماده او 50% من الدرجه النهائيه لمجموع الورقه الامتحانيه، يعقد لهم امتحان تكميلي في المناهج المقرره لشهري مارس وابريل او ابريل بس للمرحله الثانويه، بواقع 15 سؤال اختياري من متعدد لكل ماده وفي زمن قدره ساعه، ويعقد بمعرفه المدرسه بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن 3 مواد في اليوم الواحد. يعني كده المختصر بتاع الخبر ان الصف الثالث الاعدادي هيكون ليه امتحانات من المنزل اللي هي امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، وانه بيأكد على ان في امتحانات تكميليه في شهر مايو، والامتحانات التكميليه دي هتكون عباره عن 15 سؤال بس اختار في الماده اللي انت لا قدر الله جبت فيها امتحان تكميلي او هتخش فيها دور تاني يعني، او الامتحان التكميلي ده. وهتخش امتحان تكميلي فقط لو انت ما جبتش 25% في المادة، ربع الدرجة يعني في المادة دي او في مادة معينة، فانت هتخش فيها سواء كنت في رابعة ابتدائي، خمسة ابتدائي، ستة ابتدائي، لحد الصف الثاني الثانوي. ده كان كل حاجة في الفيديو. لو عندك اي سؤال او استفسار سيبه هنا في الكومنتات تحت ان شاء الله واحنا هنرد عليك. نشوفكم في فيديوز جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.